خطأت قدم اعتذار. لا أقدم اعتذار. أنا أقدم الاعتذار لما أجرح في أشخاص، أقدم الاعتذار لما أنقص من قيمة أشخاص، أعطي رأيي بكل حيادية من غير متجردا من أي كلام سياسي وخارج عن الرياضة. إذا أنت لا تعتذر هنا؟ لا أعتذر. لا تعتذر؟ طيب جيد. أنا لين هي معلومة وليس رأي، أنا لو رأيي وبي إساكة، لكن لأنها معلومة فأنا أعتذر للجماهير المغربية على هاي المعلومة اللي الاعتذار مش يم رجال شوية يعني قلنا بها، لكن هي كانت دفاعا عن مواطن عربي. هذا الرجل الاستثنائي الذي كتب التاريخ كما أراد، صنع المجد، تحول لأسطورة مرجعية كروية، الأنجح تاريخيا كرئيس اتحاد. رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانضم إلى بعثة المنتخب المغربي، وكان أيضا في استقباله ياسين بونو وعدد من الوفد المغربي الشقيق، وأيضا إبراهيم دياز واللاعبين، ولقطات أيضا من وجوده بالطائرة. وهذه الأخبار تفند وتنفي النفي القاطع المعلومة اللي تحدث بها واللي يحاول يمررها هنا حكيم سباع. لذلك أطالب حكيم سباع الآن بتقديم اعتذار رسمي للجماهير المغربية، لأن هو قال إذا وصل لأمريكا ما أعرف شنو الطوعد. فتفضل بعد لا تمرر علينا معلومات مغلوطة. معليش ما تقاطع علي نوري. تفضل. أولا المعلومة مش أنا اللي تحدثت عليها، أنت اللي تكلمت عليها على الهواء. أنا أعطيت لك المعلومة في الأوف بناء، معليش ما تقاطعني، زين، بناء على 12 مارس 2025 كان هناك مؤتمر او الكونغرس الفيفا في مصر، الكونغرس لتجديد المكتب التنفيذي للفيفا، اين انتخب بعد الكابتن وسياده الوزير فوزي لقجع كعضو في المكتب التنفيذي للفيفا. بعدها بثلاث شهور من 21 الى 24 6 اي يونيو 2025 الكونغرس الثاني للفيفا على ضوء كأس العالم للأندية، اين كان غياب لافت ومضيء فوزي لقجع كأول كونغرس له في دواليب الفيفا. لم يحضر بعدة أسباب لست أنا من يذكرها أو يعطي الضوء عليها، لكن هو غاب في كونغرس مهم جدا للفيفا في أمريكا. على ضوء ما قلت له أنا أعطيتك المعلومة وقلت لك فوزي لقجع لم يدخل إلى أمريكا، هذا أنا أتحمل مسؤوليته. لكن لا أحد يشكك في حبي للمغرب، في احترامي للمغرب، للمنتخب المغربي، للسيد فوزي لقجع في شخصه كرئيس اتحاد لكن أنا لا أعتذر لأحد في معلومة قلتها أنا وأتحمل مسؤوليتها وأعطيتها لك وأنت تكلمت عليها، لكن أنا تكلمت وأعطيت معلومة على أسس سابقة. هسه أنت مصر على وجوده لو عدم وجوده؟ أنت هسه مقتنع موجود لو لا حكيم؟ انت تتكلم الكلام وتكون ضده، كيف مقتنع موجود؟ ما هو صوره موجوده. اي يعني انت سويت لا انت قلت ورا. انت اللي احنا في سياق الحديث انا قلت معلومه فوزي لقجع مثل ما قال حكيم سباع بان ايضا منع. انت معلومتك كانت من مصادر موثوقه؟ مصادر موثوقه وقراءه استباقيه، لانه كاي رئيس اتحاد لما البعثه تكون في كاس عالم رئيس الاتحاد يكون مع البعثه. اذا هي قراءه استشرافيه خاطئه كانت كماده اعلاميه. نحن معرضون للخطا والصواب. يعني انت خطأت قدم اعتذار. لا اقدم اعتذار يا اخي. انا اقدم الاعتذار لما اجرح في اشخاص، اقدم الاعتذار لما انقص من قيمة اشخاص. بس هاي معلومه اثارت الشجون والشؤون والذكريات للجمهور المغربي عنك. لا انا اكثر واحد محب للجمهور المغربي والكره المغربيه، واعتبر المنتخب المغربي افضل منتخب عربي. اذا ما تعتذر وسوابقي في كاس العالم وكاس العرب اني كنت في برامج عربيه، كنت من اشد المتشددين للمنتخب المغربي. هذا لا ينقص من اني اعطي رايي بكل حياديه من غير متجردا من اي كلام سياسي وخارج عن الرياضه. اذا انت لا تعتذر هنا؟ لا اعتذر. طيب جيد. انا لين هي معلومه وليس راي، انا لو رايي وبي إساكة، لكن لانها معلومه فانا اعتذر للجماهير المغربيه على هاي المعلومه اللي الاعتذار مش يم رجال شويه يعني قلنا بها، لكن هي كانت دفاعا عن مواطن عربي بان ما يصير. انا اللي قلته بان ما يصير امريكا تظل تمنع وتمنع ايضا رئيس الاتحاد المغربي، فهو المعلومه اللي قالها ما يقبل. انا اعتذر منها وقلنا سموحه منكم يا جمهور المغرب. اعتذر عن صحه المعلومه فقط. انا ناقشت في الكواليس بكل اريحيه
وأنت تعرف ما قلناه في الكواليس. نعم. نفذت الخبر لا أساس له من الصحة، وكنت أبتسم لأنه لدي ثقة. فوزي الأقجع اليوم أنا أدرك ما يدور في المطبخ. هذا الرجل الاستثنائي الذي كتب التاريخ كما أراد، صنع المجد، تحول لأسطورة مرجعية كروية، الأنجح تاريخيا كرئيس اتحاد، الرجل الذي يقدم إضافات للفيفا، الاتحاد الدولي، للاتحاد العربي، للاتحاد الإفريقي، الرجل الذي صال وجال في العالم، بلغ نصف نهائي كأس العالم، ظل مرجعية. في بلاد عربية زرتها كنت دائما أسأل: تمتلكون رجل استثنائي عرف كيف يكتب التاريخ مع المنتخب المغربي. لماذا أناقش لماذا غاب فوزي الأقجع مثلا عن كونغرس الفيفا؟ هل هذا الرجل الذي يشغل 7 مناصب بما فيها وزير مكلف منتدب للميزانية، هذه المناصب الدولية، الرجل الذي يصول، لماذا تأخر عن موعد الولايات المتحدة الأمريكية؟ أكيد بأن هناك أشغال، التزامات، رجل دولة. بكل هذه المواصفات لا يمكن أن نتحدث عن المطبخ. لماذا المطبخ؟ اليوم السوشيال ميديا هي التي تصنع الحدث السلبي. اليوم السوشيال ميديا هي التي أضحت بمفهوم الصحافة الصفراء، هي التي تبيع الوهم لمن لا يمتلكون القدرة. أعتقد بأنه الأقجع بهذه الهامة وهذا الحضور وهذا التاريخ اليوم ذهب للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وقف على عديد الأسماء، كان يتابع كل خطوات الأسود والجزئيات البسيطة والصغيرة والكبيرة من المغرب ليواصل المهام بهذه القيمة. كلمة أخيرة وإضافية في هذا الجانب: أعتقد بأنه فوزي الأقجع في هذه اللحظات لا يدري عن ما يدور في هذه الأمور، لأنه رجل أكبر بأن يغرق في مستقبل. يعني ما جاي يتابع برنامجنا؟